لو انت بتتمرن بعد الفطار في رمضان وعاوز ادائك الرياضي يكون اعلى وما تكونش خملان وتقيل، يبقى الفيديو ده معمول ليك. وقبل ما اقول لك تعمل ايه، عايزك تصلي معايا على النبي الاول. في الاول يا صديقي اهتم دايما بشرب الميه، وده لان نقص الميه في جسمك بيعرضك بشكل كبير جدا للجفاف، ولو حصل لك الجفاف دوت ادائك الرياضي بيقل. فدايما خليك حريص على شربك للميه في فتره الفطار. تاني حاجه بقى، ودي اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، انك تحاول تدخل مصادر النشويات اللي بيكون هضمها سريع شويه، زي مثلا الرز الابيض، البطاطس المهروسه، وده لانك على الاقل هتعرف تدخل وجبتين في الفتره اللي ما بين الفطار ولحد الوقت اللي انت هتتمرن فيه. يعني هتكون دخلت كميه سعرات اكتر من انك تدخل وجبه واحده وبتاخد وقت في الهضم. وبرده اللي هيحاول يساعدك على ده انك تدخل مصادر بروتين برده تكون سريعه في الهضم، ان كان بقى بياض البيض او حتى صدور الفراخ. ودايما حاول خلي الالياف زي الخضار والدهون الصحيه تكون في الوجبه اللي بعد التمرين ووجبه السحور، وده علشان هيحسسوك بالشبع لاطول فتره ممكنه. اخر حاجه بقى، حاول دايما انك تحافظ على شده التمرين اللي انت كنت بتتمرن بيها في العادي في اي وقت غير رمضان، ايا كان بقى الهدف بتاعك، ان كنت عاوز تبني عضلات او تزود السرعه بتاعتك في الملعب، او حتى انك كمان تزود من التحمل. لو عجبك النوع ده بقى من الفيديوهات، اكيد مش محتاج اقول لك تعمل ايه.